وندفنهم في الغاب، وأغلبهم أحياء، الألوف منهم أحياء. هدمنا المساجد، هدمنا المدارس، هدمنا المباني الحكومية، هدمنا البيوت، المنازل فوق أصحابها بالدبابات من اللواء 47، بالصواريخ الار بي جي، كل الأسلحة. لا أذكر أنه كمشنا واحد إنسان من الأخوان المسلمين. يعني تصور أخي زياد، دخلنا على جامع كانت الناس عم بتصلي فيه، دخلنا قبضنا على الناس، جينا على واحد من بيناتهم: ايش تشتغل انت؟ شو عملك؟ قال انا دكتور. فواحد من اصدقائنا نسال الحربة مباشرة: دكتور ايش؟ قال له دكتور ايش؟ قال له دكتور عيون. فنسال الحربة مباشرة وقلع عيونه. كنا نجيب المشايخ اللي دقنهم طويلة نحرق دقونهم بالقداحات ونشوه وجوههم ونضربهم بالأخمص هذا إجرام. إذا هذا إجرام. نعم. ليس القضية إذا لم تكن قضية أنكم خدعتم أو كنتم يعني أوصل لكم الضباط أو كذا معلومات خاطئة. هذا إجرام من نفس الإنسان. طبعا أنا ما حكيت، ما قلت لك إنه مشان أبرر الإجرام اللي حصل. الإجرام اللي حصل يفوق التخيل. يعني أنا عم بحكي لك حكي، ولكن الشوف غير شيء. الشوف التمثيل بالجثث والقتل والإرهاب والعذاب والاغتصاب والنهب والنشل والتدمير وسفك الدماء لا يصدق. يعني كنا ندخل على بيوت ناخذ 14 شخص من عائلة واحدة. يعني ندخل على حارة واحدة نجمع 400-500 شخص ونحط نعدمهم. كلهم أبرياء، كلهم أبرياء، ناخذهم من بيوتهم. حتى في منهم زائرين يعني من المحافظات الأخرى، حتى في منهم ضباط، منهم حزبيين، منهم في المخابرات، منهم محاميين، منهم طلبة، منهم بالجيش. فما كنا نفرق ولا كنا نسأل أسماء ولا نقول له طالع هويتك. فورا ندخل على البيت نطالع الناس ونعدمهم. فهذا الحديث بحكي لك تبع الجامع، بعد ما نكسر لهم احناكهم ونضربهم على رؤوسهم في البواريد وكذا نخرجهم لبرا ونعدمهم. طبعا أنا أشهد الله علي أنني لم أذي إنسان ولم أضرب رصاصة ولم أقتل إنسان ولم أعدم إنسان، الحمد لله، ضميري مرتاح الحمد لله. فكنا بعد ما يعني نحرق الناس ونضرب الناس ونقلع عيونهم ونطالعهم لبرا ونعدمهم بدون سؤال. 60 سنة 70 سنة 80 سنة عم بيقروا القرآن عم بيصلوا. هدمنا أكثر من 55 مسجد في مدينة حماة. ما بقى في بيت وما بقى في مدرسة إلا دخل رصاص. ما في بيت إلا دخلناه وعدمنا من العائلة 3 أو 4 أشخاص. عائلات كثير حاليا في حماة حتى الآن ما عندهم شباب. وطبعا في ذاك الوقت بتذكر لما كنا نعدم الناس، هذا كان أبشع منظر لي وأسوأ شيء. طبعا هي كل المناظر بشعة وسيئة جدا وتأثرت فيني، ولكن أبشع منظر كان يأثر فيني إنه لما نعدم الناس ونرحل من شارع إلى آخر، يطلعوا أطفال صغار عمرهم 3 سنين 5 سنين 7 سنين مع أختهم مثلا عمره 12 سنة 13 سنة أو مع أمهم مثلا أو نانتهم، ويقربوا على الجثث اللي معدومة ويطلعوا على أبوهم الأطفال الصغار، يعني يصيحوا وينه بابا وينه بابا وعم ببكوا، والأم عم تبكي وعم بتطلع عم بتدور دور مدارات الجثث وعم بتطلع وين صار جوزها وين صار أخوها وين صار ابنها. فهمت علي كيف؟ هذا المنظر كان جدا مؤثر يعني. وهدول الأبناء اللي عم بحكي لك عليهم هدول اللي كانوا عم بيطلعوا على أبوهم أو أخوهم أو عمهم، حاليا قتلوا بشار الأسد. حاليا قتلوا من بشار الأسد. يعني حافظ الأسد قتل الآباء وبشار الأسد قتل الأبناء. نحن قتلنا ثلث سكان المدينة يا أخي. كان سكان المدينة عدد 350,000، نحن قتلنا ثلثة. في هالثلاث سنوات قتلنا الثلثة. كلهم شباب من 14 سنة ل 80 سنة هذول. طيب نحن إذا كان يعني نحن بدنا نصدق إنه القيادة تبعنا إنه في إخوان مسلمين في قوات مقاومة مسلحة. طيب وهالقتلة هذول اللي قتلناهم منهم هذول إخوان مسلمين؟ يعني نحن لما ندخل على البيت نفتش البيت ما نشوف إخوان مسلمين، نشوف أبرياء نايمة، نشوف عالم على التخت حاطة أكسجين لها دواء، أعمى معه عكازة، أطفال صغار، بنات عم بتقرأ في الكتب. يعني ندخل ناخذ الناس من بيوتها ونعدمها. هذا يعني هذا مو اخوان، هذول ما هذا شعب بريء، هذا شعبنا، هذول اخوتنا اهلنا. وحتى يعرف العالم، اذكر انا العالم كله، اذكر الشعب السوري والشعب العربي، اذكره في مجازر حماه اللي حصلت انه هي ما اول مجزره نحن بيقوم فيها النظام في سوريا. ما اول مجزره في درعا وحماه وبنش وادلب والجسر والمعره وحمص. هي ما اول مجزره، في مجازر قبلها
في مدينة حماه نعم. ومدينة حلب ومدينة حمص. ولكن يا أخي هذا النظام يعني أتى بانقلاب عسكري. نعم. وبسفك دماء، وصلنا من 50 سنة عم بيسفك دماءنا الحياة، بس من سنة 80 ولو من سنة 2010 أو 2011. يعني ما في عندهم رحمة ولا في عندهم إنسانية ولا عندهم دين. يعني نحن لما نكمل نكمش إنسان في مدينة حماه أو امرأة أو بنت أو شيخ، يا أخي ينزل على الجسم تبعنا ويبوسها، ينزل بالضباط ويبكي. وبنت تقول بنتي وتقول ابني 14 سنة 13 سنة، عدمنا ناس 70 80 سنة يعبرشفوا. ما في رحمة، يعني ما في شفقة، يعني ما في عنا، يعني ما عندنا وقت يسمعوا شو القصة. بس خذ وعدوم، يعني مثل كأنه يعني شغلة يعني ببلاش، خلاص في شيء كتير عدوم وعادي ما في عم نسأل. ما في رحمة، ما في عندهم إنسانية، ما في عندهم دين. يعني لو في عندهم ذرة إيمان في الله وإنه بده يتحاسبوا على العمل، يا أخي بيسألوا حالهم إنه خلينا نشوف الرجال الكبير هذا بندخله على البيت، هذا حرام. هذا في منه سن الأكسجين استلمه، لأنه إذا شال لحاله بموت. نحن نشيله ونعدمه برا. أطفال يا أخي 13 14 سنة بنت من أخوان، 60 سنة امرأة من أخوان، 70 سنة عاجز أو واحد. يعني شيء لا يصدق. يعني هذه يا أخي هالعائلة هي ما تركت، ما في شيء. يعني ما بنحسن نحن شو نوع هالعائلة هي، منين جاي. هي عائلة شو ريشها سورية؟ والله لازم نحن ننظر في الأمر. ما أظن أنه سوريين هذول يا أخي. السوري ما بفعل بالسوري هيك.